بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هنتعلم حاجة جديدة في بار ستايلز. تعال نروح هنا كده على البي دي اف. إن شاء الله أنا عاوز أظهر وليكن مثلا اسم الأكتيفيتي أو التاسك هنا، وكمان المدة الزمنية بتاعته هنا على الشمال، يبقى على اليمين الاسم وعلى الشمال المدة الزمنية بتاعته. تعال نروح هنا على برنامج صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هتيجي هنا تضغط هنا كليك يمين بار ستايلز. طيب جميل، هتروح معلم لي هنا كده على التاسك. اول حاجه تيجي هنا على التكست، وليكن مثلا عندي دول، ده كنت هنحذف دي ونحذف دي كمان. وليكن مثلا انا عاوز اظهر وليكن مثلا في التوب الديوريشن بتاعته او اسم الاكتيفيتي. هضغط هنا واضغط على حرف الان من الكيبورد، هتجي لك هنا النيم فوق، نختار النيم ونضغط اوكي. الاكتيفيتي هنا بقى اللهم صل على سيدنا محمد، هنكبر بقى الاسم بتاعه هنا الايه، اعمال اعمده للدور الارضي. طيب انا عاوز اظهر تحتيه على طول الديوريشن بتاعه. كليك يمين بار ستايلز، نعلم هنا على التاسك الجميل بتاعنا ده، نيجي هنا على تكست وليكن مثلا في البوتوم حرف الدي ديوريشن. اوكي، بقى هنا الديوريشن بتاعه. طيب جميل، تعالى برضو بالمره نعمل كنترول بالبكره، وليكن مثلا انا عاوز برضو بنفس الفكره دي هطبقها على السيمري، ولكن هبدل الديوريشن بدل ما هو هنا تحت اخليه فوق. طيب كليك يمين بار ستايلز، تعالى هنا وليكن مثلا على السيمري تكست، نحذف ده ونحذف ده. تعالى هنا على التوب حرف الدي ديوريشن زي ما حضرتك شايف كده. كليك يمين بار ستايلز، علم هنا على السيمري تكست، تعالى هنا البوتوم في سهم هنا كده انا بضغط عليه حرف الان نيم. اوكي، زي ما انت شايف كده الموضوع سهل وبسيط جدا. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.